دلوقتي 6 صباحا بتوقيت جرينتش. ملخص اللي حصل للذهب ان السوق الاسيوي فتح على سعر 3239. طبعا احنا امبارح طلعنا من 3120 الى 3239 او 3240. في تفسير بيقولوا بعض المحللين ان دي مجرد فوضى سعريه حصلت في السوق. بدأنا السوق النهارده عند 3240. اول لما السوق الصيني تحديدا دخل في الماركت وصلنا الى 3252، وبعدين عودنا الهبوط الى 3206، والسعر دلوقتي شغال عند 3220. هرجع لسعر اول امبارح او لتحليل اول امبارح ان احنا طول ما احنا عندنا منطقه مقاومه رئيسيه عند 3275 في الاغلب على المدى القصير، وحط تحتها مليون خط، الاتجاه العام هابط. يبقى انا النهارده شغال او هراقب نقطتين: 3275 كمقاومه رئيسيه، و3206 منطقه دعم رئيسيه اللي هو نزل عندها النهارده فعلا وارتد منها تاني. اما فيما يخص الذهب المحلي، عيار 21 4560، عيار 24 5210، الجنيه الذهب 36 480.